حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. ان شاء الله هنتكلم النهارده مع الامهات حبايب قلبي كده عن ازاي نهيئ اولادنا لدخول المدرسه، وازاي تكون ان شاء الله سنه سعيده علينا من غير اي افوره ومن غير اي تكاليف كتيره ومن غير اي مثلا مجهود زياده، او ما نحملش نفسنا اكتر من طاقتنا. لان احنا بنشوف فيديوهات كتيره جدا ازاي نستعد للمدرسه. يا جماعه قولوا لنا افكار لانش بوكس تكون مميزه، يا جماعه قولوا لنا افكار اللي مانيش عارفه ايه تكون مميزه. يا جماعه اهدوا على نفسكم شويه، يعني ده مش نهايه العالم ولا حاجه. ده دخول المدرسه، كنا بندخل المدرسه وكنا بنخرج من المدرسه ولا كان حد بيحس بينا. ما اعرفش ايه الضجه الكبيره جدا على دخول المدرسه وعلى الواجبات والتقييمات، وبنشيل هم حاجات هي اساسا ملهاش اي لازمه. فاهدوا على نفسكم كده. ان شاء الله هنتكلم مع بعض في الفيديو ده خطوات عملية كده ازاي تسهلي على نفسك وعلى اولادك دخلة المدرسة، ويدخلوا المدرسة باذن الله وهم مش حاسين باي ضغوطات عليهم، ويتفوقوا كمان ويثبتوا نفسهم في المدرسة طالما هم داخلين حابين المدرسة وحابين الصحيان بدري وحابين المذاكرة وحابين الحاجات دي هيتفوقوا فيها. فازاي نخلوهم يحبوا المدرسة ويحبوا الصحيان بدري والنظام والروتين اليومي عشان يتفوقوا فيها. اول حاجة الام طبعا بتنسى اللي هي تهيئ اولادها نفسيا لدخول المدرسة. ازاي يعني؟ هنشربهم دخول المدرسة دي ببرونة مثلا عشان يحبوها او في عصير؟ لا، انا ما اقصدش كده خالص. انا اقصد الام بتقعد تجهز حاجات كتيرة جدا يا عيني وتضغط نفسها، بس ما بتقعدش مع اولادها تكلمهم اللي دي مرحلة جديدة واللي السنة اللي فاتت ننساها بحلوها بمرها بنتيجتها بمدرسينها باصحابها بمشاكلها بكل حاجه، ونبدا سنه جديده كده ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الفلاح والسداد فيها والنجاح. ولازم نكلم اولادنا اللي دي مرحله جديده، لازم نثبت نفسنا فيها ولازم نتقبلها بكل حاجة، ولازم نواجه كل حاجة فيها، ونعرفهم ان المواد هتبقى فيها اختلاف عن مواد السنة اللي فاتت، المدرسين فيهم اختلاف عن مدرسين السنة اللي فاتت، الفصول ممكن تتغير، الكلام ده كله. فلازم ندي تهيئة نفسية للأولاد عن المدرسة عشان يقدروا يدخلوها وهم متقبلين اللي في حاجات هتقابلهم جديدة. يعني ما هماش هم نفس اصحابهم نفس السنة اللي فاتت هم اللي هيكونوا معاهم، مثلا نفس المدرسين هم اللي هيكونوا عليهم، نفس المواد هي اللي هتكون عندهم، نفس التقييمات او نفس نظام التقييمات والامتحانات هو اللي هيكون عندهم. كل حاجة كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم في جديد وفي حاجات بتطرق على العملية التعليمية، فلازم نتقبل الموضوع ده. يبقى ده اول حاجة اللي احنا لازم نهيئ اولادنا نفسيا لدخول المدرسة. تاني حاجة الام بتقع فيها او الخطأ اللي الام بتقع فيه اللي هو شراء ادوات وحاجات مبالغ فيها. بنلاقيها شارية يا عيني لا حول ولا قوة الا بالله، شارية حاجات يعني ممكن استيكة تبقى مثلا ب2 جنيه او ب5 جنيه، الاقيها تروح تجيب الاستيكة ام10 جنيه. قال ايه؟ عشان على شكل مش عارفة عربية، لا على شكل طيارة. لا، ما هي دي استيكة بتمسح وده استيكة بتمسح، ايه الفرق يعني؟ انا عايزة اعرف، اقنعوني كده بالفرق. تلاقي القلم الرطب هو 4 جنيه ولا ب5 جنيه، لا ده عايزين قلم جل ما مش عارفة بكام، لا قلم بيكتب ايه، لا قلم. يا ولاد هو كلها اقلام بتكتب واقلام بتمسح واقلام بتتكسر واقلام بتطرش الحبر اللي فيها. يعني مش عارفة احنا بنكلف نفسنا ونصعب الامور على نفسنا ليه؟ تلاقي الكراسة العادية خالص ام5 جنيه ام8 جنيه ام10 جنيه، زيها زي الكراسة ام15 و20 جنيه. ايه الفرق؟ ده ورقة بتتكتب فيها ودي ورقة. فأم بقى تدور على الجودة، تقول بدل كل يوم ما يقطع مثلا كراسة، او كل يوم مثلا ما يجيلي القلم خلصان، او كل يوم كذا اجيب له حاجة كويسة. طيب هاتي حاجات كويسة بس حاجات ما يكونش مبالغ فيها. ايه لازمته اللانش بوكس ابو 200 300 جنيه عشان خاطر نحط فيه مثلا سندوتش جبنه ولا سندوتش مش عارفه ايه؟ يعني الكيس اثر معانا في ايه؟ ما اثرش معانا في حاجه. سيبنا من الكيس خالص ونقول ده موضه قديمه والاولاد ومش عارفه ايه. اللانش بوكس عادي خالص، لانش بوكس عادي بيتحط في الشنطه. يعني مش مثلا هيقول لابنك او هيميز ابنك اللي والله ده اللانش بوكس اللي معايا بكذا، او مثلا ازازه الزمزميه اللي معايا مش عارفه اسمها ايه الوقت بالانجليزي كده. هي كلها بيتحط فيها ميه وكلها بيتحط فيها سندوتش، لا يتاكل لا يتشحت لا يترمى في الزباله قبل ما يرجع، عادي خالص يعني مش مشكله. فبلاش نقعد نشتري حاجات مبالغ فيها ونحسسهم ان المدارس دي فعلا مجرد مظاهر بس. يعني الولد بيدخل المدرسه دي على اساس اللي هي مظاهر بقى، ده انا جايب لانش بوكس بكذا، ده انا جايب زمزميه بكذا، ده انا جايب شنطه من اللي هي كذا كذا، ده انا جايب مثلا كوتشي بكذا، ده انا جايب طقم بكذا، ده انا جايب ساعه من كذا. ده ليه كل الحاجات دي؟ ليه كل حاجه
في متوفر منها الغالي وفي شبيه منه بالظبط الرخيص. فبلاش يعني ارهاق على نفسنا وزيادة مسؤولية، ونقعد نقول المدارس داخلة وصارفين قد كده والدروس داخلة وصارفين قد كده، ونقعد نحسب ونزود ضغط على نفسنا، مع اننا ممكن نمشيها بأقل التكاليف. وعلى فكرة الأم اللي بتمشي أولادها بأقل حاجة ممكنة والحاجة البسيطة، أولادها بيبقوا قنوعين وبيبقوا ممتازين جدا على فكرة. يعني المظاهر دي مش بتزود في ذكاء أولادك، ولا مثلا بتخلوهم أشطر، ولا بتخلوهم مثلا متفوقين، ولا هتجيب لهم درجات ولا حاجة. هم عاديين زيهم زي زمايلهم، لكن انت الضغط انت واقع عليك ان انت اشتريتي حاجات اغلى وحاجات وكلها في الاخر كلها لا هتبوظ، لا اما كلها تترمى، لا اما كلها مثلا هي يعني مثلا هيمل منها بعد اول اسبوع تاني اسبوع، وعينه هتطلع لحاجات زمايله او حاجات اصحابه. فهي كلها حاجات واحدة. فنشتري الحاجة بعقلانية كده، ونخلي الطفل يشاركنا وهو بيشتري الحاجة بتاعته أو يختارها على أساس اللي هو يتحمل المسؤولية. وطبعا الأم الذكية، يعني دي كلام التربية الإيجابية، اللي هو يتحمل المسؤولية. الأم الذكية لو عارفة اللي أولادها مش قنوعين، واللي أولادها بيدبدبوا برجلهم في الأرض على أي حاجة هم يقابلوها، فبلاش تاخدهم وهي بتشتري أي حاجة وتشتري لهم الحاجة وتحطهم قدام الأمر الواقع. تالت حاجة أو تالت خطأ الأم بتقع فيه، اللي هو الاعتماد الكامل على الدروس الخصوصية. تلاقيها بقى قاعدة مستنية سيادتها المدرسة عشان تشوفوا عليه مدرس مين أو مدرسة مين عشان تودوهم عندهم على طول الدروس. يعني تسيب المدرس اللي هي كانت مؤسسة عنده أو المدرس اللي كانت متابعة معاه طول الأجازة، وتودي بقى الدروس على أساس الدرجات، وعلى أساس ما ظلمش ابنها أو بنتها في الدرجات. والكلام ده كله ما أنزل الله به من سلطان، مفيش حد بيظلم حد. انت ابنك او بنتك لو متفوقين وبيأدوا اللي عليهم وبيجيبوا الدرجات النهائية او بيمتحنوا، عمره ما المدرس بيقدر يظلمهم في اي درجات. لكن حكاية اللي هيظلم ابنه او هيستقصده او الكلام ده ونعتمد على الدروس الخصوصية، لا اما كان المادة الواحدة تلاقي الام مودية اولادها يا عيني 3 مدرسين و4 مدرسين، والابن يا عيني يا حرام من المدرسة يرمي الشنطة، يجي يرمي الشنطة على درس مش عارفة مين، على درس في نفس المادة عند مين، على درس في نفس المادة عند مين، على مكتب، على درس ما مش عارفة تاني عند مين، على درس في نفس المادة التانية عند مين. وتلاقيه طول النهار يا عيني ممكن من الساعة 6 الصبح من ساعة ما يصحى من النوم لعند الساعة 9 بالليل وقاعد يلف في الشوارع على الدروس. فحرام، بلاش نعتمد اعتماد كامل على الدروس الخصوصية. ابنك بياخد دروس كان بها، ابنك ما بياخدش دروس حاولي تذاكري له. اليوتيوب والمنصات التعليمية ما خلتش حاجة حد محتاجها، كلها فيها شرح، فذاكري له. ما انتش قادرة على المذاكرة وما عندكيش الوقت الفاضي وما عندكيش وقت الفراغ، اديله دروس، بس بلاش تقال عليه في الدروس. وبلاش اخترت مدرس الفصل، خلاص خليك عند مدرس الفصل، وبلاش توديه في اكتر من مادة عند المدرس. وحاولي تشاركيه مراجعة دروسه بطريقة بسيطة وأول بأول عشان ما تراكمش عليه الدروس، وعشان برضو تشاركي في العملية التعليمية. لأن لو الطفل ممتاز أو الطالب ممتاز والمدرس ممتاز ومفيش متابعة مع البيت، يبقى العملية التعليمية إنتاجها صفر. لو الطالب ممتاز ومتابعة في البيت والمدرس مش ممتاز أو فيه تقصير، يبقى العملية التعليمية إنتاجها صفر. عايزين العملية التعليمية تبقى إنتاجها 100%، يبقى فيه مشاركة من الأم أو مشاركة من الأب، اللي هو مشاركة من ولي الأمر، أخ كبير، أخت كبيرة، أب، أم، مدرس وطالب مع بعض. التلاتة بيساعدوا بعض وبيكملوا بعض. ما نعتمدش على واحد ونقول له اصل بياخد في المادة اكتر من درس ومش عارف حاجة، اصل بياخد في المادة مش عارف عند فلان الفلان اللي بيقول عليه كذا وما يعرفش حاجة، وانت سيادتك ركنة خالص ومعتمد على الدروس والفلوس اللي بتدفعها نقد كده اول كل شهر، وسايبه المذاكرة بتاعته وسايبه المراجعة بتاعته. فحرام، فيبقى كل ده بسببك انت. الخطأ اللي بعد كده الأم بتقع فيه، اللي هو المقارنة بالآخرين. دايما تلاقيها قاعدة تقارن أولادها بصاحبتهم كذا وبصاحبك كذا وبصاحبك كذا وبزميلك كذا وبزميلتك كذا وبنت فلان وابن فلان وابن علان، واشمعنى كذا واشمعنى كذا واشمعنى ده وعامل ايه وكذا وكذا. وما تبطلش مقارنة. ما بتمدحش ابنها على المجهود حتى لو مجهود بسيط جدا هو عمله، المفروض تمدح ابنها عليه وتحسسه كده اللي هو انجز، حتى لو حاجة بسيطة جدا. لو الناتج 1% ملحوظ، لازم على طول تشجيع باستمرار من الأم، وتبعد خالص عن المقارنات بالآخرين. يعني ممكن تلاقي الابن يا عيني لا حول ولا قوة إلا بالله ماشي ما فيش في دماغه أي حاجة خالص، وتلاقي الأم طول ما هي ماشية شوفي
بنت فلان عامله ازاي، شوفي ابن فلان وجايب كذا ولابس كذا وعمل كذا. تفتح عين اولادها على المقارنه، يعني تفتح عين اولادها اللي هم يحبوا يقلدوا او يحبوا يبقى في نفس النظام ده او في نفس الحاجه دي. ليه؟ فاحنا نخلينا مع نفسنا كده، المجهود البسيط اللي ابننا بيعمله او بنتنا نشجعهم عليه ونكافئهم عليه. اكتر من كده يبقى في تحفيز على طول وتشجيع، بس نبعد خالص عن المقارنه بالغير. الخطأ اللي بعد كده، الأم بتتجاهل تنظيم الروتين اليومي. يعني ايه الروتين اليومي؟ تلاقي الأم تلاقي الأم يا عيني قاعدة على المنصات الفيس اليوتيوب البتاع، قاعدة تتابع روتين يوم لتنظيف الشقة، روتين عملت كذا قبل لما أولادي يدخلوا المدرسة، عملت كذا تنظيف سريع، عملت كذا دخول الشتاء، عملت كذا، وقاعدة تشوف روتينات روتينات روتينات، وهي ناسية روتين يومي لأولادها. ايه هو الروتين اليومي لأولادها؟ الروتين اليومي لأولادها اللي هو النوم البدري، الأكل الصحي، طبعا اللي هو الوقت الثابت للمذاكرة، وقت ثابت للعب. ده هتخصصي لأولادك الأربع حاجات دول وتنظميهم، يعرفوا امتى بيناموا وامتى بيصحوا، يعرفوا امتى بياكلوا والاكل بتاعهم اكل صحي ولا لا، يعرفوا امتى بيذاكروا وامتى بيلعبوا. فهتخلي الطفل ده طفل منتظم، طفل هادي، طفل اقل توتر، يعني طفل عارف هو بيعمل ايه، ماشي على خطوات ثابته، عارف خلاص اللي الساعه مثلا جت 9 هينام وهيصحى مثلا الساعه 6 الصبح، هيصحى يلبس يرتب فرشته لو هيرتبها، هيخرج هياكل الاكل الصحي بتاع الفطار الصحي، سندوتشات عاديه جدا ما فيهاش اي افتكاسات، مش برجر وبانيه ومكرونه ومش عارفه الحاجات اللي هي الافتكاسات الغريبه، سندوتش بجبنه عادي، سندوتش بيض بمربى، حاجات العاديه اللي احنا كنا بناخدها، والله ما كانتش بتشتكي ولا حاجه، كنا بناخدها وبناكلها وبندور كمان على غيرها يعني. لكن الوقت بياخدوا سندوتشات وكب كيك ومش عارفه وعصاير وحاجات، وللاسف قاعدين مرهقين وتركيزهم قليل والحاجات دي كلها، والمشاكل اللي عندهم وكلنا بنشتكي منها بسبب الاكل اللي احنا بنحط لهم ما هوش صحي. فلازم يكون فيه اكل صحي، سواء فطار سواء غدا سواء عشاء، ننوع في البروتين، ننوع في الخضار، ننوع في الفاكهه، ننوع في النشويات، ننوع في كل حاجة هما بياكلوها، ونخصص وقت ثابت للمذاكرة، الوقت ده هتذاكروا فيه اللي بين كذا او كذا، ونعمل جدول المذاكرة وجدول وقت اللعب. مثلا هتلعبوا مثلا في اليوم نص ساعة، هتختاروا تلعبوا مثلا في الشارع، تلعبوا على التليفون، تلعبوا على حاجة، تعملوا حاجة نشاط هواية اي حاجة، المهم هي نص ساعة وبنتفق عليها وبنعمل جدول مع بعض بيمشي على الروتين ده. لو مهما اتعمل ايه يعني، بصوا، لو الدنيا جابتها سيول هيمشي على الروتين ده، لو حصل ظرف طارئ في البيت هيمشي على الروتين ده، لو الكهرباء قطعت هيمشي على الروتين ده، لو مثلا خرجنا خروجه مفاجأة هيمشي على هو احنا ماشيينها كده، هو روتين ثابت الابن بيمشي عليه، فهنعوده اللي هو يمشي عليه على طول. طيب الخطأ اللي بعد كده الأم بتقع فيه، اللي هو بتحمل الطفل مسؤوليات أكبر من سنه. يعني ايه تحمل الطفل مسؤوليات أكبر من سنه؟ زي يلا طلع ذاكر واكتب واجباتك، يلا طلع مثلا اعمل النشاط بتاعك، يلا كذا. طيب انا ما بقولش برضو ان الطفل او الطالب يعتمد اعتماد كله على الام او الاب او ولي الامر، لكن يبقى فيه مساعدة مننا، يبقى فيه تشجيع، يبقى فيه مثلا وقت الراحة، وقت للتعب. مش بنجيب يعني الابن ونقعد نخليه يلا خدتك في الدرس ده ايه، طب يلا اكتب واجبك، يلا ده انت عليك واجب كذا بكره، طب اكتبه، يلا ده انت عليك حفظ مش عارفه ايه ورد ايه بكره احفظه، طب يلا عشان مش عارفه ايه. وتلاقي الولد يعني من ده لده لده لده، لما خلاص اجا طاقته خلاص صفر، والحاجه اللي هو بيذاكرها ملان منها وزهقان، والحاجه اللي بيحفظها مش قادر يجمعها. فكل ده بسبب الام اللي هي بتحمل الطفل مسؤوليات اكبر من سنه. فلازم كل طفل او ابنك او بنتك تعرفي سنهم قد ايه، وتعرفي انت يعني ايه اللي متماشى مع سنه، هيلعب قد ايه، هيرتاح قد ايه، هينام قد ايه، هياخد راحة بين المواد قد ايه، هيذاكر قد ايه. يعني طفل اولى ابتدائي مش هيذاكر قد طفل اولى اعدادي، طفل اولى اعدادي مش هيذاكر قد طفل تانية ثانوي. فكل قصدي طالب اولى ثانوي ما عادش طفل ولا حاجة. فهو كل مرحلة فالوقت اللي فيها
بيختلف عن أو وقت المذاكرة، وقت اللعب، وقت الراحة، وقت الواجبات، كل حاجة بتختلف عن وقت المرحلة التانية. فاحنا كده عقلانيا كده نشوف ابننا في سن قد ايه او بنتنا في سن قد ايه، ونحدد هي هترتاح قد ايه، هتلعب قد ايه، هتكتب واجبات قد ايه، هتنام امتى، هتصحى امتى، عشان خاطر نقدر نريح جسمها. الحاجة اللي بعد كده الخطأ اللي الأم بتقع فيه اللي هو تجاهل مشاعر الطفل. يعني ايه تجاهل مشاعر الطفل؟ ممكن ابنها أو بنتها يرجعوا من المدرسة متنكدين ومتعكنين كل يوم، والأم تفكر ده دلع من ابنها أو بنتها، وما تحاولش تسألهم عن السبب الرئيسي للحاجة دي، وما تحاولش تاخد بإيديهم وتخلوهم يحكوا لها ويصاحبوها. فبنلاقي للأسف الابن أو البنت بيتجهوا لاتجاه الأصحاب، فبتلاقيهم قاعدين يحكوا كل حاجة لأصحابهم وصاحباتهم، وخايفين من مامتهم او لاقيين من اصحابهم وصاحبتهم اي تقبل او اي مثلا رد فعل عن الام والاب. فلازم لما ابننا او بنتنا يجوا من المدرسه او يرجعوا من المدرسه لازم نقعد معاهم ونحكي معاهم انتوا عملتوا ايه النهارده، اخباركم ايه، يعني ايه اللي حصل لكم، ايه المشاكل اللي قابلتوها، صاحبتوا مين، اصحابكم قالوا لكم ايه، رحتوا فين، جيتوا منين، خدتوا حصص ايه، المدرسين قالوا لكم ايه، عملتوا ايه كل حاجه نخلوهم يحكوا لنا عنها. وخاصة ممكن في الوقت حد يقول ده انا مش فاضي، ممكن في الوقت اللي انت بتحضري فيه الاكل وهم بيحضروه معاكي، او ممكن في الوقت اللي هم بيغيروا فيه وبيقلعوا الشنط والحاجة يحكوا لك حكايات سريعة كده عن اليوم بتاعهم. بس ارجوك لو ابنك جاي متقدر او متضايق او متعكنن من اي حاجة، ممكن المدرس بيعامله بطريقة مش لطيفة، ممكن صاحبه بيعامله بطريقة مش لطيفة، ممكن نواجه موقف مش عارف يتصرف فيه ازاي، فبلاش تقولي ده دلع كله، ده قلة أدب، ده مش عارفة ايه، ده انت كذا. ولازم نتقبل المشاعر دي، ولازم نخليه يحكي لنا عن كل اللي قابله في المدرسة. ده بس كده كانت حاجات لازم الأم تاخد بالها وهي بتظبط أولادها لدخول المدرسة. يا رب تكونوا استفدتوا، لو استفدتوا طبعا ما تنسوش اللايك، واكتبوا لي في التعليقات بتمهدوا لأولادكم ازاي لدخول المدرسة. أشوفكم على خير بإذن الله، وإلى اللقاء.